السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بشكر جدا الناس اللي دخلت القناة جديد، منورني، والناس اللي في القناة قبل كده منورني برضو. واي حد لسه مشتركش في القناة، عايزاكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. دي الماشين بتاعت اوكا. حابة اكلمكم عنها. بقالها فترة عندي، وقلت اعمل لكم ريفيو عليها علشان هي حلوة جدا. اول حاجة، هي عايزة حد يكون بيحب القهوة، بتعمل القهوة مظبوطة جدا جدا. وكمان بتعمل الهوت شوكليت والنسكافيه، برضو جربته فيها. بس اكتر حاجة بتبقى حلوة فيها الوش بتاع القهوة بيبقى فظيع. وكمان الهوت شوكليت الوش بتاعه برضو بيبقى حلو قوي. هي حلوة لأي حد بيحب القهوة، وكمان لو عندك أطفال بتعمل لهم، أو انتي بتحبي الهوت شوكليت، أو أي حد في البيت عامة. أنا ماليش في القهوة قوي، عشان كده حبيت أجيبها فيها اوبشن تانية غير الكوفي. آم، عشان أقدر أستخدمها في كذا حاجة. ده شكلها من جوه، تعالوا نطلعها واكلمكم عنها. بصوا كده، لما طلعناها بيجي معاها زي ورقة التحذيرات دي. بيقولولك ان انتي ايه الحاجات اللي مرفوض ان انتي تستخدميها، او يعني تستعمليها. وده برميشن كده بيجي معاها. برضو بيبقى في الطريقة يعني بتاعت استخداماتها وكده. المعلقة دي حلوة جدا جدا ان هي بتيجي معاها، لان ما ينفعش تستخدمي اي معلقة ستيل، علشان هي من جوه زي تيفال كده، يعني مش ستيل زي الكنك او الحاجات اللي انت بتستخدميها، بتستخدمي فيها القهوة. فالأحسن ان انت دايما تستخدمي المعلقة دي في معايرة السكر، والحاجة التانية اللي انت بتحطيها اذا كانت كوفي او هوت شوكليت او نسكافيه او اي حاجة، لازم تعايري بيها. البتاع اللي جوه دي حلوة جدا مع الهوت شوكليت او النسكافيه. لما تيجي تعملي القهوة لازم تشيليها، لان الوش بتاع القهوة مش بيبقى قوي وهي محطوطة، بيبقى بس وش ضعيف كده، وساعات بيروح. لو شلتيها الوش بيبقى حلو. ده شكلها من جوه، وشكلها من ورا. لازم يكون في سبيس كده ما بين الحيطة وما بينها. عامة اي جهاز عندك لازم تعملي له سبيس، بالذات لو في زي تهوية من ورا كده. دي الزراير بتاعتها، بتظبطي بيها معايرة المية، وبتظبطي بيها يعني درجة السخونية بتاعتها. أول زرار وتاني زرار دول بتظبطي بيهم المعايرة. تالت زرار ورابع زرار بتدوسي عليهم برضو، بتظبطي بيهم درجة السخونية بتاعة المية. كمان في اللي هو زي كأنك بتعملي القهوة على سبرتاية كده، اللي هو تتعمل بالراحة. في زرار تاني اللي هو بيبقى مكتوب عليه الملك، ده أي حاجة باللبن بتدوسي عليه. وفي زرار بيعملها بسرعة. و يعني كل زرار فيها بيبقى ليه استخدام معين. انت لما تقري برضو الكتالوج هتعرفي تستخدميها ازاي. آه، الماشين حلوة جدا جدا. بنصح اي حد بيحب الكوفي او بيحب المشروبات السخنة عامة، حلوة. احلى حاجة فيها ان هي مش بتفور القهوة او اي حاجة انت بتعمليها. يعني اول ما الكوفي او الهوت شوكليت او النسكافيه او اي حاجه انت بتعمليها فيها ما بتخلص، هي بتديكي زي انذار كده ان الحاجه دي خلصت، مش بتفور خالص. فهي حلوه جدا لو عندك حد، او مشغوله بتعملي كذا حاجه. ان هي مش زي ما انت ما بتعملي القهوه على النار بتبقي خايفه ان هي تفور. فبتبقى حلوة جدا ان هي بتديكي زي انذار كده. هي بيبقى ليها زي اضاءة لونها ازرق كده من جوه، ومن بره الزرار اللي هو بتاع التشغيل ده بيبقى جنبه لمبة لونها احمر برضو، بتدوسي عليه بيبقى كل حاجة فيها ليها انذار. يعني برضو لما بتظبطي اي حاجة عليها بتديكي زي انذار كده ان هي خلاص كده تمام. زي صفارة كده طويلة ان هي خلاص كده تمام اتظبطت. برضو في المية
لما بتيجي تظبطي نسبة السخونية بتاعت المية بتديكي زي زمارة طويلة خالص، ان دي يعني اقصى نسبة سخونية ليها. نفس النظام في كل حاجة ليها بتديكي زي الارم كده، يعني ان هي كده تمام، وجاهزة لكل الحاجات اللي انت ظبطتيها عليها. يا رب يكون الريفيو بتاعي عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس.